تطورات في العاصمة دمشق وريثها. ينضم إلينا رواد الشامي مراسل شبكة شام من العاصمة دمشق. رواد، يعني ما جديد التطورات لديكم في العاصمة دمشق وريثها، وما هي الحصيلة النهائية لعدد الشهداء في هذا اليوم؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. توضيح بسيط لو سمحت، مراسل سمارت نيوز. مراسل نبدأ سمارت مع نيوز، الريف عفوا. الغربي. نبدأ مع الريف الغربي طبعا مع ضمية الشام التي تتعرض للشهر العاشر على التوالي لحصار خانق نعم. في ظل انقطاع تام للكهرباء والماء، بالإضافة إلى صعوبة في إدخال المواد التموينية الأساسية للسكان الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 عائلة، وما يقارب 12,000 مدني، في ظل نعم. سياسة عقاب جماعي وممنهج تتبعه نظام الأسد، مرتكبة بذلك جريمة إبادة جماعية، وبلغت حتى اليوم مدة انقطاع المواد عن المدينة 260 يوم، يعني حتى اللحظة. يعني ومن هنا ومن خلال شاشتكم الكريمة نود أن نطلب من كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجميع من يؤيد الثورة السورية ويؤيد الحراك السوري بالتحرك في سبيل إنقاذ المدنيين المحاصرين في سوريا، وخاصة في معظمية الشام، حيث تتعرض المدينة مع جارتها الدارية ومنذ الصباح الباكر لقصف عنيف من جبال الفرقة الرابعة بقذائف الهاون وقذائف المدفعية، أوقعت عدد من الجرحى، يعني بالإضافة لاشتباكات عنيفة جدا دارت وتدور في هذه الأثناء على جميع الجبهات كجبهة الفصول الأربعة وجبهة أوتوستراد دمشق درعا، يعني بالإضافة إلى الجبهات الأخرى في نعم. محاولات مستميتة من قوات الأسد اقتحام المدينة، ومحاولات مستميتة من قوات الأسد أيضا لاقتحام حي برزة الدمشقي، الحي المحاصر، نعم. يعني والذي تعرض اليوم صباحا إلى 4 غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية التابعة لقوات الأسد، خلفت دمارا هائلا، بالإضافة لقصف عنيف جدا من راجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة من جبل قاسيون أو جبل الموت، يعني كما تصح نعم. تسميته. طبعا الحملة مستمرة اليوم السادس على التوالي، كلها باءت بالفشل بسبب التصدي البطولي لقوات الحر وتكبيد قوات الأسد خسائر فادحة، أيضا عن قصف لم يهدأ منذ الفجر اليوم على كل من حرسته ودوما بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، أوقعت عدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية. ننوه إلى نقطة هامة، يعني وهو أن معظم المنازل الواقعة على الأوتوستراد الدولي على محاذاة مدينة حرسته يعني أصبحت ركاما بسبب القصف العنيف وسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام في تلك المدن، يعني بسبب العمليات اللي يقوم بها الحر طبعا من استهداف للأرتال العسكرية على الأوتوستراد الدولي في تلك المناطق بقصفها وتدميرها لتصبح مكشوفة له. يعني نتحدث أيضا عن اشتباكات جرت نعم. اليوم في الغوطة الشرقية وتحديدا في شبعة، التي يحاول النظام اقتحامها لليوم الثالث على التوالي مع غطاء مدفعي وصاروخي عنيف يعني للغاية، بالإضافة لاشتباكات شهدتها بلدة بيت سحم من جهة مطار دمشق الدولي، طبعا مدعومة بعناصر من حزب الله الإرهابي. يعني كما تعلم سيدي الكريم أن عناصر حزب الله يعني موجودين في الغوطة الشرقية نعم. ويحاولون اقتحام جميع المدن الأسد. يعني أيضا بلدة المليحة اليوم كان لها نصيب من القصف، حيث استهدف اللواء 81 بساتين البلدة بالمدافع وراجمات الصواريخ. يعني الأحياء الجنوبية المحاصرة طبعا وخاصة حي القدم وخيل اليرموك لم تكن أحسن حالا، يعني اليوم تعرضا لقصف عنيف بجميع أنواع الأسلحة من راجمات نعم. نعم، صواريخ نكتفي ومدافع بهذا. ورشاشات رواد شيكا. الشامي، كنت معنا مراسل سمارت نيوز من العاصمة دمشق وريثي. أشكرك على هذه المداخلة.